خارطه ديال الطريق اللي الحكومه اقتدت بها باش تنزل هذا الورش ديال الحمايه الاجتماعيه. فطبيعي جدا انه انطلقوا بالجزء الاول المرتبط بتعميم التغطيه الصحيه على جميع المغاربه. كان قبل واحد 11 مليون مواطن مغربي هما اللي عندهم التغطيه الصحيه، واحد 11 مليون تقريبا اللي كانت وصلت حتى ل 18 مليون ديال الناس اللي كانوا في الرماد. لكن المغاربه كلهم اللي في المهن الحره، سائقي الطاكسي والفلاحه والصناع التقليديون، هؤلاء جميعا كانوا خارج الاهتمامات ديال التغطيه الصحيه. فجلاله الملك عطات التوجيهات ديالو، الحكومه صدرت 26 مرسوم. ملي تنقولوا صدرت 26 مرسوم ماشي هي عباره عن وثائق تصدر بشكل طبيعي وسريع وعادي، ولكن كاين واحد العمل كبير كيتعمل مع الضمان الاجتماعي، مع القطاعات المعنيه، مع الممثلين ديال هذه الهيئات، باش نرسموا المعالم ونحددوا المبالغ بدقه ونضمنوا الديمومه لهذا الورش ديال الحمايه الاجتماعيه. فالان كنفتخروا بانه الان جميع المغاربه بجميع اصنافهم وفئاتهم، 11 مليون الاولى اللي كانت عندها التغطيه الصحيه اما مستخدمين او لا موظفين، 11 مليون الثانيه اللي هي هاد الناس هادو اللي عندهم مهن حره، الصناع التقليديون والفلاحه وسائقو الطاكسي والتجار الى غيرها من المهن، و11 مليون هما الناس اللي ما عندهمش الاستطاعه، اللي تعيشوا واحد الظروف ديال الهشاشه. هؤلاء كتحمل عليهم الحكومه الاداء ديال ذاك الواجبات ديالهم، تقريبا واحد 170 درهم لكل شخص، كتكلف في السنه 9.5 مليار ديال الدرهم. كاين كلام لماذا الرميد كان كيكلفنا غير 2 ديال الملاير واليوم ولات كتكلفنا لا متضامن 9.5؟ طبيعي جدا، لانه منين هاد الناس هادو باش يستافدوا من خدمات كامله في القطاع العمومي ويستافدوا بحالهم بحال الناس اللي كيشتغلوا في القطاع الخاص، يجب على الدوله انها تادي ذاك المبلغ، ذاك الانخراط ديال 170 درهم تقريبا لكل واحد، اللي كتعطينا 9.5 مليار ديال الدرهم. نعم. هذا الورش الاول. الورش الثاني الان هو الورش ديال التعويضات العائليه. شنو هو التعويضات العائليه؟ التعويضات العائليه هو انه جميع المواطنين المغاربه اللي كيعيشوا في واحد الظروف معينه، اللي ما عندهمش واحد الامكانيات كبيره، تقريبا 60% من الاسر المستهدفه، واللي اليوم راهما في بعض اما في الهشاشه ولا في بعض المهن اللي هي بسيطه وعندهم واحد الدخل محدود. هؤلاء اليوم غيتلقاو تعويضات عائليه على عدد الابناء. غادي نبداو بشكل متدرج منذ هذه السنه هذه، منذ دجنبر 2023، على اساس انه يكتمل هذا الورش هذا في 2026 منين توصل القيمه ديال التعويض العائلي على كل طفل هو 300 درهم. توجيهات جلاله الملك واضحه، الاسره على الاقل يجب ان تتلقى 500 درهم. سوف نطلق هذا المحور عاجلا، لانه في نهايه الشهر يجب ان يتلقى هؤلاء التعويضات ديالهم. غنديروا واحد لا بلاتفورم يكفي انه يتسجلوا فيها الناس، وبناء على التسجيلات سوف يتم صرف هذه التعويضات. القوانين اللي مؤطره لهذه العمليه هذه تمت المصادقه عليها بمجلس المستشارين، ننتظر ان شاء الله انه في بدايه الاسبوع المقبل اننا نصادقوا عليها في مجلس النواب باش تخرج النشر في الجريدة الرسمية. هاد الجوج ديال الأوراش هي أوراش كبيرة جدا. كم ستكلف؟ ستكلف بالنسبة للسنة المقبلة التعويضات العائلية 25 مليار، نعم. ولا متضامن 9.5 مليار. ملي كتجمعهم بجوج كتعطيك 35 مليار ديال الدرهم. صندوق المقاصة في السنوات الماضية، السنة ديال 22 قدر أنه يوصل 40، لكن في سنوات قبل ما عمره ما وصل 35. هذا جهد كبير من طرف الدولة، لكنه جهد مبني على الاستهداف. كنمشيو الناس اللي محتاجين للدعم بشكل مباشر. صندوق المقاصة كان كيدير الدعم للجميع، للغني وللمتوسط واللي عنده الدخل واللي ما عندوش، وحتى الناس اللي نورمالمون خصها تستافد من صندوق المقاصه كانت تستفيد بشكل اقل، لان هي القدرات ديال الاستهلاك ديالها ضعيفه، ما كتستهلكش الغاز بزاف، ما كتستهلكش الدقيق بزاف. صحيح. فاليوم هذا الاستهداف هذا غيعطينا هذه الامكانيه ديال نتوجهوا بشكل مباشر للاسر المعوزه. نبدا لك الموضوع ديال لامو. دابا الان حنا شكون باغي ندعموا؟ السؤال اللي كنطرحوه كمغاربه، شكون اللي باغي ندعموا؟ واش باغي ندعموا الناس المحتاجه ولا باغي ندعموا الناس اللي عندها ونزيدوا عاود ندعموها مره اخرى؟ جواب بديهي. جواب بديهي ومعروف. حنا باغي ندعموا الناس اللي في وضعيه هشاشه لاعتبارين اثنين. اولا نحققوا جوج ديال المبادئ اللي دافعنا عليها كنا في الدستور ديال 2011 اللي هي الانصاف وتكافؤ الفرص. ثلاثه نخليو نحافظوا على الابناء في المدرسه، لانه الا غتنتبهوا بانه هذا الدعم ربطناه مع تمدرس الابناء. صحيح. اربعه يحققوا واحد الوظيفه ديال المصعد الاجتماعي، بمعنى انه الناس تلقى واحد الامكانيات ديال واحد لو مينيموم اللي يقدروا يصرفوا به على وليداتهم ويصرفوا به على راسهم، باش يقدروا هاد الابناء من بعد ما يقراوا، من بعد ما يتكونوا، يوصلوا لواحد المستوى يجروا هاد الاسر هذه ويخرجوها من الخانه ديال الفقر. دابا الان بالنسبه للمتضامن، المتضامن كانت فيه 18 مليون مستفيد. شحال كانت كيكلفوا الدوله؟ كانوا كيكلفوها 2 ديال المليار ديال الدرهم. بالنسبه الان ملي كتقارنها مع 9.5 ديال المليار ديال الدرهم حسابيا لا شيء.
لا شيء. لكن ماذا قررت الحكومة؟ قررت أنه من يجب أن يستفيد من المتضامن هو من يستجيب لمعايير موجودة في المرسوم ديال الاستهداف، وهي هو خصو يكون عنده المعدل ديالو 9.30، ما خصوش يكون اكثر منها. الا كان اكثر من هذاك المعدل، هذيك العتبه، فهو يعتبر في خانه واحده اخرى. هنا كيتصار واحد النقاش. كاين بعض الحالات الناس اللي مشاو عملوا لي ديكلاراسيون ديالهم ولكن ما عملوهمش كما يجب، او لا عطاو بعض المعطيات اللي ما كانتش صحيحه، او لا انهم شي واحد عمر لهم وما عمر لهمش داك الشيء. هذه قضايا يمكن ان تقع. الحكومه وضعت واحد المجموعه ديال الاليات لمعالجه هذه الطلبات وهذه التظلمات. نجي الان للمحور الثاني المرتبط بالتعويضات العائليه المباشره. التعويضات العائليه المباشره تحدد لها نفس الشيء، غادي تصدر واحد المجموعه ديال الوثائق، مجموعه ديال القرارات التنظيميه اللي مصاحبه لهذه القوانين الان الموجوده في مجلس المستشارين، وغادي تحدد هذه العتبات بالتدقيق. لكن العتبه طبعا غادي تكون موسعه، لانه تقريبا المستفيدين غادي يوصلوا لواحد 60% من هاد الناس. نعطي مثال، كاين بعض المهن وبعض الحرف اللي فيها ناس اللي ما يمكنش ياخذوا التعويضات العائليه، هما الان مشمولين بهذا النظام ديال التغطيه الصحيه. كاين مهن معينه خاصه، قطاع غير المهيكل تقريبا. لا هي تقريبا مهيكله، يعني الناس ديالها اللي كيشتغلوا ما كانش عندهم تعويضات، ما كانش عندهم كيفاش يعملوا التغطيه الصحيه قبل. اليوم ولات عندهم التغطيه الصحيه ولكن مداخلهم كبيره. هادو طبيعي جدا انهم ما يمكنش يستافدوا من التعويضات العائليه اللي موجهه للناس اللي عندها الدخل المحدود. فهؤلاء الان سوف توضع لهم مجموعه من الامكانيات القانونيه، سواء المؤسسه الوكاله اللي غتكلف بالدعم الاجتماعي او لا القانون ديال الدعم الاجتماعي، بالاضافه للقوانين والقرارات التنظيميه اللي غتصدر وغتوضح هذا الشيء بوضوح. اعطينا مجالات للتظلم في حاله انه شي حد قدم لي طلب لسبب من الاسباب ما تلقاش الجواب، فيمكن ان يجد امكانيات لكي يتظلم باش يلقى كيفاش يسترجع هذه الحقوق ديالو. مشينا حتى انه ندرسوا الامكانيات ديال التقادم، شحال المده ديالها، امتى عاوتاني يدفع من جديد. اذا مجموعه ديال الامور اللي جبنا في هذه القوانين هذه، والهدف منها هو ان الناس اللي مستفيدين اللي مستهدفين نجاعة الاستهداف تماما. بالنسبه للعشوائيه ديال صندوق المقاصه، لا يجب ان ننظر على هذا الموضوع بهذا الشكل. نقول لك علاش. صندوق المقاصه باقيه وغادي تلعب الدور ديالها في السنوات المقبله، لكن انا في تقديري المتواضع، هل يحقق صندوق المقاصه الاهداف ديالو؟ لا يحققها. هناك من يقول بانكم تتجهون لالغائه قبل انتهاء الولايه الحكوميه. حنا كنطبقوا ما هو موجود في القانون ديال الحمايه الاجتماعيه. قانون الحمايه الاجتماعيه كيتكلم من بين المصادر اللي غادي نمولوا بها الورش الحمايه الاجتماعيه هو المتاتيات ولا العائدات من الاصلاح صندوق المقاصه. ما نفعله الان فقط الاصلاح، لكن سوف نسير بتدرج وبشكل بطيء باش انه نحافظوا على هذا التوازن، باش ما توقعش واحد لا ريبتور، واحد القطيعه ما بين نظام اجتماعي واخر. بغينا هذا الشيء يمشي بشكل متدرج.